يعني هو القانون مو أنا اللي بحطه بالدولة، بس إنه أكيد شكل سوريا راح يكون فيه قانون للأحزاب يعني بعد إصداره بيكون شو ظروفه وضوابطه والقانونيين بيحطوه يعني. هي عمليا في عناوين تحتاج إلى عدة تعاريف يعني، وكل منطقة إلى تعريف يختلف عن الثانية يعني. وأهم شغلة إنه نحن ثقافة ممارسة هذه الحريات هو شيء كتير مهم يعني. لأنه شوي نحن مجتمعنا ثقافاته متنوعة شوي ومدارسه مختلفة يعني. حتى ضمن التيار الواحد في بتلاقي مدارس مختلفة يعني فيه. فمفهوم الحريات السياسية والإعلامية والكذا مفهوم شوي يعني له عدة تفسيرات في داخل سوريا. الدول المستقرة عملت له عناوين معينة وعرفت شلون ضوابطه وثقفت الناس من خلال المدارس، من خلال وسائل التعليم، من خلال المنابر، من خلال الأماكن اللي فيها تواصل مع المجتمعات. ثقفت الناس على سلوك لممارسة هذه الحريات، فالناس تعرف وين حدودها فيه يعني. فبيعرف أين يقف، أين يرجع، أين يعني. في أحيانا بعض الممارسات هي مو بتأذي السلطة، بتأذي الدولة، مو بتأذي أشخاص، لكن بتأذي النشاط العام يعني. فأحيانا وخاصة في مراحل بناء الدولة، مراحل بناء الدولة أحيانا بتكون هي لها مراحل أو إعادة بناء الدولة بيكون لها قوانين خاصة فيها شوي، مو هي المعتمدة طول الحياة. ففي بعض الظروف تحتاج إلى نوع من القوننة، إلى نوع من الضوابط، إلى نوع من الأشياء. ففي كتير أشياء أجسام قد تكون في الحالة الطبيعية مستقلة، في حالة إعادة بناء الدولة وحالات الحرب وحالات الأزمات بتكون لا، هي فيها نصف مركزية أحيانا. فالشكل شوي بيختلف يعني. بالتالي أنا اللي بشوفه أنه سوريا عندها ثقافة كتير جيدة وكوادرها مثقفين بشكل جيد. الأهم أنه نحن ما نستورد شيء من برا. يعني كل حدا عاش بمكان معين، حدا عاش بألمانيا حب ينقل تجربة ألمانية لعنا، ما بتنجح، لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية. تمام. فأنت بنستفيد من التجارب اللي صارت في محيطنا وفي العالم، وبناخذ الأشياء اللي تصلح لواقعنا. فهو بده التشريح يعني كثير حساس. مثل عندك بذرة بتزرعها بتربة ما بتصلح لهذه البذرة، بذرة استوائية زرعها في مكان صحراوي ما راح تنجح يعني. فنحن محتاجين دائما نشخص واقعنا شو هو، ونحاول انه نجيب تجارب موجودة ونضيف، نبدع نحن من عنا اشياء تتناسب مع واقعنا ومع حالنا. بهالخليط هذا بيطلع معنا ناتج جيد، بيكون هو مكمل ومتمم لحركة الدولة وحركة البناء تبعها. ومع الزمن شوي شوي بصير هو بياخد يعني سلوك، كل ما كان الوضع أحسن بياخد حرية أوسع، وهكذا حتى يصير فيها نوع من الحياة الاجتماعية المتناسبة. بالوضع الحالي أنا بشوف أنتم بتسموها حرية إعلامية، أنا كمان بقول في حرية كتير واسعة إعلامية، بس في فوضى كمان بنفس الوقت، في فوضى كتير كبيرة. ليش؟ لأنه هلا كل حدا بيخطر بباله شغلة فبيطلع بيحكيها بالإعلام. ممكن يتهجم على الناس طائفيا فما حدا بيحاسبه، ممكن يتهجم على الناس كذا، ممكن يؤثر في حالة كتير أمنية حساسة، حدث أمني صار فهو عم يصور الحدث الأمني وينشره بشكل مباشر، وهو هذا لسه الخلية ما انمسكت أساسا، ما نعرف مين اللي. فهو التعطش لحالة الشفافية وممارسة الحريات والتداول السياسي وما إلى ذلك، فالمفروض يكون في له برنامج هذا. لأنه إذا ترك على غاربه فرح تصير عندنا فوضى كثير كبيرة في البلد. تمام. ففي احترام معين هلا مثلا موجود بالدولة وله حدود معينة، وفي ناس لسه يعني بس انه السلوك الحالي بقول هو مو السلوك المثالي. لانه الحريات لما تريد ان تمارس ما هي غاية في ذاتها بقدر ما هي يعني يجب ان تصل الى اهداف، منها تقويم للسلطة، تقويم للدولة، ايصال افكار ناجحة، نقل التجارب وما الى اخره. فهي مجرد أن نقول أنه صار في عنا حرية، هو كل الناس طلعت تتهكم وتتذمر وتبث حالة سيئة، وناس بتسب على بعضها وناس بتحكي كذا، فهو هيك هذا شكل الحرية. ففي ناس فهمانين انه البرلمان هو بس الناس لما بتطلع بتضرب بعضها بالعصي وبالاحذيه اجلكم الله وباناني المي. عرفتي؟ بيقول لك شوف ما شاء الله هذا حريه. يعني مجتمعاتنا شوي بدها شيء افضل من هيك. هذا اخي رفاهيه، ما هي يمكن هدول قعدوا كذا فاختلفوا مع بعض على اشياء، بس اخر شيء كله في قانون بيضبطهم جميعا. اما انتم في مرحله بناء القانون، صحيح مرحله كثير حساسه.
إذا بني قانون بطريقة غير علمية مزاجية على مقاس الناس، فوزعنا السلطة بطريقة غلط ووزعنا الأدوار كمان بطريقة خاطئة، وصارت الناس بالوزارات التنفيذية بتشتغل تحت الضغط وبتلبي فقط رغبات الناس وبقول هيك يعني هذا صح، بقول مو سلوك هذا صحيح لبناء دولة. فإن احنا اليوم عم نبني أساس، هذا الأساس إذا انبنى صح بيعيش الناس 100 سنة 200 سنة لقدام بطريقة سليمة، وبتعرف الناس تعيش مع بعض. إذا انبنى غلط فرح يدوخوا في دوامة من الفشل تستمر 25 ل 50 سنة، بعدين يكتشفوا إنه غلط ويحاولوا يغيروا الواقع، بيدفعوا عليه فاتورة كتير كبيرة، بجوز يتغير بجوز ما يتغير. فالموضوع بحاجة إلى إدارة سليمة يعني. وأنتم طبعا النخب المجتمعية إلى دور كتير كبير في نشر ثقافة صحيحة يعني.